السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل، الأساتذة الأجلاء، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم في ربوع وطننا العربي الحبيب، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه المناسبات الطيبة، شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودخول النحل في الانطلاقة الربيعية وجني عسل الحمضيات في مناطق الحمضيات. فنحن اليوم الاثنين هو 18 من شهر نيسان، الشهر الرابع، عام 2022. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. طبعا نشكر أخونا محمد المصري على هذا الطلب، وهو التحدث عن موضوع غبار الطلع وحيثيات غبار الطلع أو حب الطلع وحيثياته. فجزاه الله عنا كل خير لنقل هذه الملفات ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي كي نستفيد منها جميعا، سواء من يتحدث عنها أو من يتلقى هذا الحديث، وتكون لنا مناقشات أيضا بيننا، فنكون سعداء دوما معكم في تواصل أخوي يخص تربية النحل وإدارة المناحل، سواء من يضع السؤال أو من يجيب السؤال، فكلنا هنا نستفيد من هذا الأمر. طبعا أخوانا الأفاضل، نحن بهذه الفترة فترة الربيع ودخول النحل في الانطلاقة الربيعية، وفي فصل الربيع فصل الخيرات، فنجد أن منتجات النحل جيدة. انطلاقة النحل هذه السنة جيدة كما توقعناها وتحدثنا منذ أكثر من شهرين ونصف أو 3 أشهر، وقلنا من خلال استقراءات عام 2022 لتربية النحل إن شاء الله ستكون جيدة بناء على المؤثرات المناخية التي مرت بها المنطقة الربيعية، عفوا المنطقة العربية، من استطالة في موسم الشتاء، وزيادة في التساقطات المطرية، وبرد شديد في المناخ أقل من المعدل أو المتعارف عليه سنويا. وهذه الأمور كلها تدعم الغطاء النباتي بحيث أنه يكون غطاء نباتي جيد، وبالتالي إذا كان هناك غطاء نباتي جيد فبالتالي يكون النحل جيد. تربية النحل هي تقوم على الغطاء النباتي ومؤثرات الإنتاج. طبعا كما قلت في الدرس السابق اللي هو كان بعنوان استقراءات في تربية النحل لعام 2022، قلت للإخوة جميعا انتبهوا لهذه السنة، إن شاء الله ستكون سنة خير على النحل والنحالين وعلى المناخ، على الغطاء النباتي وعلى المزارع وعلى كل القطاعات الزراعية وعلى كل الكائنات الحية إن شاء الله، بسبب هذه المؤثرات الجيدة التي طرأت في مناخنا في البلاد العربية. وقلت أيضا أن هذه الفترة أو هذه السنة اللي هي سنة 22 ستشهد نسبة عالية في التطريد في المناحل، وها نحن الآن نلاحظ عبر التواصل أو الزيارات إلى العديد من مناحل الإخوة والإشراف عليها، ونلاحظ أن هناك نسبة عالية من التطريد، ويقوم الإخوة بالمتابعة الحثيثة بهذه الفترة بالذات للحد من التطريد، لأنه كما تعرفون أن التطريد سلوك غير اقتصادي بالنسبة للنحال في تربية النحل العصرية. والحمد لله هذه الأمور التي توقعناها ها نحن نعيشها الآن. وبدأ الكثير من الإخوة يسألون عن كيفية التعامل مع حب الطلع أو غبار الطلع. طبعا غبار الطلع هو يعتبر منتج من إحدى منتجات نحل العسل المتعارف عليها، اللي هي العسل والغذاء الملكي، سم النحل، الشمع، الطرود، منها غبار الطلع أيضا، ملكات، تربية ملكات، كل منتجات النحل، فنجد أن من ضمنها غبار الطلع أو خبز النحل. طيب، ما هو غبار الطلع؟ غبار الطلع هو عبارة عن حبات غبارية صغيرة تعتبر خلية حية، لها نواة وغلاف جيلاتيني، وهي تمثل العضو الذكري أو النواة الذكرية في زهرة النبات، التي يحدث دمج بين الأعضاء الذكرية والأنثوية، فيتم تخصيب الزهرة وينتج عنها الثمرة.
طبعا ما بين تكوين غبار الطلع والتزهير يكون هنا أو تكون الأزهار في حالة من النشاط، تكون الغدد الرحيقية جاهزة طبعا ضمن المؤثرات وتنتج الرحيق. والرحيق يعتبر عامل جاذب أو مصلحة مشتركة بين حب الطلع وبين نحل العسل أيضا، لأن الرحيق يغذي حب الطلع وحب الطلع يتغذى على الرحيق، فبالتالي تنمو هذه الحبة وتحدث عملية الإخصاب عند النبات. هنا يأتي دور النحل والنحال للاستفادة من هذا الغطاء النباتي الغني بغبار الطلع. طبعا بداية يفترض أن الأخ المربي يكون لديه مدونات غطاء النباتي ويعرف طبيعة النباتات الموجودة في منطقته، هل هي تميل إلى الجانب الغباري أكثر أم تميل إلى الجانب الرحيقي أكثر، كيف يستدل على هذا الأمر وكيف يعرف وكيف يقوم بالتدوين. هذه أمور كلها من نطاق الخبرة والاحترافية في تربية النحل. طبعا حب الطلع أو غبار الطلع ماذا يشكل للنحل والنحال؟ نجد أن الغذاء الرئيسي لنحل العسل يكمن بين الجانبين، الجانب الكربوهيدراتي ممثل في الرحيق، والجانب البروتيني والفيتامينات والعناصر الغذائية ممثل في حب الطلع. فلذلك نرى النحل يجمع الرحيق ويجمع غبار الطلع، فهو الغذاء الرئيسي الذي فطر الله هذا الكائن عليه. لا تقدم في المناحل بدون توفر غبار طلع، لا ازدياد في عش الحضنة وتقدم في وضع الملكة في البيض إلا بتوفر غبار الطلع. الرحيق وحده لا يكفي، العجائن التكميلية أو البديلة سواء كانت البروتينية أو الكاندي الحلوة السكرية كلها لا تكفي ولا تحل محل الغطاء النباتي. لكن تقدم هذه التغذيات البديلة أو التكميلية في فترات الشح حتى يصل النحل إلى فترة الأمان، وهي فترة التزهير أو مرحلة التزهير عند الغطاء النباتي، فبالتالي يجد احتياجاته ضمن هذه الأزهار، سواء كان يقتات عليها أو يقوم بتخزينها لوقت الحاجة لديه، كما يحدث في خلايا النحل الطبيعية التي تعيش في الطبيعة، فهي تخزن ما تحتاجه وما يكفيها طيلة السنة أو طيلة الفواصل بين المواسم من حب الطلع ومن العسل، ممثلة في أقراص العسل، وأيضا هناك أقراص أخرى يخزن فيها غبار الطلع على شكل خبز النحل، بعد أن يقوم النحل بالتعامل معه وفرز الإنزيمات والخمائر لتحويله إلى خبز النحل، ويليق به أن يحفظ داخل الخلية لا يتلف. فلذلك نجد أن الخلايا النحل في الطبيعة لديها خبز النحل ولا يتلف وهو موجود داخل الخلية. وعندما نتحدث دوما نرجع حديثنا إلى كيفية حياة النحل في الطبيعة، كيف يتعامل مع الرحيق، كيف يتعامل مع غبار الطلع، كيف يتم حفظه داخل الخلية من التلف كي يكفي حاجة الخلية هذه لمقدرات غذائية تكون له. طبعا منذ عرف الإنسان تربية النحل بالطرق العلمية منذ عصر النهضة العلمية بعد القرن الخامس عشر والسادس والسابع عشر والثامن والتاسع عشر إلى القرن العشرين، بدأ الإنسان يصنع مصايد غبار الطلع. فمصايد غبار الطلع هي لها مئات السنين يعمل بها الإنسان ضمن إمكانياته وضمن طرق التصنيع وضمن النهضة العلمية أو ضمن المستوى العلمي أو الصناعي الذي وصل له الإنسان في كل فترة من الزمن. لكن عندما ننظر إلى مصايد الطلع غبار الطلع نجد أن الإنسان تعرف عليها له أكثر من 300 سنة ويعمل بها، وكانت تستخدم المصائد التي تركب من الخارج أمام الخلية، بها فتحات ثقوب تتناسب مع مساحة صدر النحلة، وتختلف هذه الفتحات ما بين 4.3، 4.2، 4.5، 4.6، تناسبا مع حجم صدر النحلة مع بين اختلاف سلالات النحل في العالم. هناك سلالات كبيرة نوعا ما، سلالات متوسطة، سلالات صغيرة، فلذلك نجد أن مصايد غبار الطلع تختلف في الفتحات التي تمر بها العاملات التي تجلب غبار الطلع في سلة غبار الطلع من الحقل إلى الخلية. فعملت هذه المصائد بأشكال وبأحجام مختلفة
تتناسب مع الوقت والمقدرة أو المستوى العلمي الذي وصل له الإنسان في هذه الحقبة من الزمن، سواء كان القرن الخامس عشر أو السادس أو كذا. فكل فترة شهدت تطور في هذا الأمر بتصنيع مصايد غبار الطلع، لكن هي معروفة منذ مئات السنين. ليس كما يدعي البعض أنه هو الذي قام بتعريف الإخوة النحالين عن مصيد غبار الطلع، أو هذه مصيدة فلان أو مصيدة علان. أبدا أبدا، ليس فلان له مصيدة، بالعكس هذه مصايد غبار الطلع هي موجودة عند الإنسان قبل أن نولد نحن أو جيلنا الموجود حاليا. منا من يبلغ 60، منا من يبلغ 70 أو 90 أو 100 سنة. هي موجودة قبل أن نولد جميعا، وحتى موجودة قبل أن يولد الأساتذة الأجلاء الذين تتلمذن على أيديهم، سواء كانت في المدارس الزراعية أو في الجامعات. أيضا هم ولدوا ووجدوا مصائد غبار الطلع موجودة. يعني إذا مصايد غبار الطلع ليست حديث اليوم، وليست تتبع لفلان مصيدة فلان أو مصيدة الأستاذ فلان أو مصيدة الأستاذ علان. أبدا أبدا. كل ما هنالك أن هناك بعض الأشخاص أشاروا إلى هذه المصايد، أشاروا إلى القيمة الجيدة أو بالاستفادة من هذه الثروة المهدورة اللي هي غبار الطلع، نستفيد منها وقت الفيض حتى نقوم ببيعها أو خلطها من العسل، أو يتم تصنيعها ضمن المواد العلاجية أو الغذائية أو التصنيع الغذائي أو ما شابه ذلك. فلها العديد من الاستخدامات. فإذا إخواني الأفاضل، مصيدة غبار الطلع ليست حديثة، وليس نحن من يعني ابتكرناها أو كذا أو قلناها. لا، بالعكس هذه هي موجودة، لكن نحن ننقل العلم ونتناقل، ونحن جميعنا شركاء في العلم بهذا الخصوص. إذن أخواني الأفاضل، مصيدة غبار الطلع أو بعض الأمور في تربية النحل هي ليست وليدة اليوم، وهي ليست من اختراع البعض كما قيل في صفحات التواصل الاجتماعي أن فلان، أن هذه المصيدة مصيدة فلان، أو فتحة سفلية أشار لها فلان. هذه الأمور كلها هي موجودة منذ مئات السنين، ولكن فلان أشار لها أو كذا، وكلنا نشير لها. يعني طالما أن فيها فائدة للأخ النحال، أي شيء فيه فائدة للأخ النحال كلنا نشير لها وندعم هذا العلم، وندعم ترسيخ العلم والتواصل العلمي. طبيعة الحال أن كل يعني حقبة من الزمن تشهد تطور ما، لكن التطور يكون مبني على الفكرة الأساسية. مثلا على سبيل المثال، لو نظرنا مثلا إلى السيارات، مثلا السيارة موديل 40 أو موديل 30 كان لها نمط معين، لها شكل معين، لها بودي معين. السيارة الآن موديل 2022 لها نمط معين، فيها إضافات، فيها كماليات، فيها أوبشن، فيها كذا، لكن هي سيارة. لكن طبيعة الحال لابد أن يكون هناك تطور عند الإنسان لا يقف محدود عند وضع معين أو عند حالة معينة. الإنسان دوما يحب التطور، يحب الرقي، يحب كذا كذا، لكن هي عملت من خلال الفكرة الأساسية، سواء كانت في السيارات أو بعض الصناعات الأخرى أو ما شابه ذلك. لكن الفكرة هي موجودة منذ مئات السنين، حتى لا يخرج أحد من المتنطعين أو المتفيقهين ويقول أنا صاحب المصيدة، أنا صاحب الفكرة كذا، أنا كذا، هذه تعود لي، تعود لكذا، كما نسمع من بعض الإخوة التابعين لهؤلاء الإخوة والمروجين لأمور كثيرة جدا مع الأسف الشديد، ظنا منهم أن البعض أو بعض الناس لا يعرفون تاريخ مصائد غبار الطلع واستعمالها أو أمور أخرى تخص تربية النحل. لكن هي معروفة وموجودة علميا، لو بحثتم عنها ستجدوها. فنحن لم نأتي بجديد، لكن نحن نعمل على ما هو تم استحداثه من النظريات العلمية والبحوث العلمية التي جاءت من أهل العلم، وكلنا نتناقلها جميعا هنا. طيب إخوانا الأفاضل، إذن لا حياة لنحل العسل بلا الرحيق وغبار الطلع. يعني كما قلت سابقا، لا تقدم في طائفة النحل بدون جودة الغطاء النباتي وما يتبعه من درجة الحرارة، مستوى الرطوبة النسبية، الرياح، مياه الري، التساقطات المطرية، إدارة النحال. هذه كلها الأمور هي تؤثر في منتجات خلية نحل العسل. طيب، متى يتم تركيب المصيدة، أو كيف يقوم النحل بجمع غبار الطالع من الإزهار؟ طبعا هو معروف لدى الجميع.
أنه النحل اللي هي عاملة النحل هي مزودة بالأرجل الخلفية بسلة شوكية تسهل أو تؤهلها لجمع غبار الطلع بعد تبليله من غدد الريق وترحيله بواسطة الأرجل الأمامية إلى الوسطى إلى الأرجل الخلفية على شكل كتل صغيرة أو حبات صغيرة تلتصق في الأرجل الخلفية في سلة تسمى سلة غبار الطلع. يجمع النحل بواسطة هذه السلة غبار الطلع والبروبلس أيضا في فترة الخريف. طيب، متى يتم أو التعرف على متى يتم تركيب مصيدة غبار الطلع؟ وهذا مربط الفرس، وهذا السؤال الذي يسأل عليه الإخوة كثيرا. متى يتم تركيب مصيدة غبار الطلع وكيفية التركيب وآلية التعامل معه؟ طبعا بالنسبة لمنتجات خلية النحل عامة، خاصة الرحيق وغبار الطلع، متى يتم التوجه للموسم؟ عندما نشعر ونرى أن النحل دخل في مرحلة الفيض، يعني لا تخزين، يعني أن يكون هناك تخزين للعسل وتخزين لغبار الطلع، سواء كان الغطاء النباتي رحيقي أو كان الغطاء النباتي غباري. وطبعا هذا الأمر قلنا في بداية الملفات إنه يجب الأخ المربي يكون عنده مدونات غطاء نباتي ويعرف طبيعة الأزهار الموجودة في منطقته أو التي يضع منحله فيها، هل هي غبارية أكثر أو هل هي رحيقية أكثر. فبالتالي العلامات الأولى التي نستدل عليها من أن المنطقة غنية بغبار الطلع، نجد أن عدد كبير جدا من العاملات بعد عودته من الحقل يجلب في أرجله حب الطلع ذو الألوان المتعددة: الأصفر، الفاتح، الغامق، الأحمر، الأزرق، البني، القهوائي، العديد من ألوان غبار الطلع، وهي تحمل خاصيات الأزهار. فبالتالي عندما نرى كمية الدفق الغباري إلى طائفة النحل كمية جيدة لا بأس بها عند وضع اليد على فتحة السروح حاجز النحل من الدخول، فنرى تجمع العاملات السارحة وهي عائدة تحمل معها حب الطلع. هذا من العلامات من خارج الخلية. طيب، ثم نقوم بفتح الخلية ونقوم بالكشف على الخلية ابتداء من القرص الثاني أو الثالث إلى القرص الثامن في خلية 10 أقراص. نرى أن القرص الثاني والثالث نجد أن به تخزين بخبز النحل بكثرة وبألوان عديدة، كذلك القرص الثامن والقرص السابع اللي هم يقعوا بجوار عش الحضنة. فعندما نجد أن النحل يقوم بتخزين كمية كبيرة من غبار الطلع في صورة خبز النحل، هنا يجب تركيب مصايد غبار الطلع. يعني تركيب مصيدة غبار الطلع ليس مقرون بوقت. وضع الحاجز الملكي وتوجيه الطائفة لجمع الرحيق أو لتخزين الرحيق ليس مقرون بوقت معين، هو مقرون بمؤثرات. وربما أنا في موقعي أركب مصيد غبار الطلع، أنت في موقعك لا تركب مصيد الطلع، تأخرت النباتات عندك في أزهارها نوعا ما أسبوع أسبوعين، فأنت تتأخر في تركيب مصيد غبار الطلع. فإذا لا يتم تركيب مصايد غبار الطلع إلا بناء على العلامات والدلائل، لأنه لا يجوز حجز حب الطلع والطوائف في مرحلة التجيش أو في مرحلة البناء أو في مرحلة التكاثر. يعني لا يجوز أن نأخذ حب الطلع والنحل يحتاجه في بناء عش الحضنة من أجل عملية التكاثر، لكن نركب مصيد غبار الطلع. لماذا؟ إذا كان هناك زيادة في تدفق غبار الطلع إلى الطائفة أكثر من حاجتها، فبناء عليه يتم تركيب مصايد غبار الطلع بمواصفات وضوابط. المواصفات الأولى: حجم الثقوب التي تكون بهذه المصيدة. حجم الثقوب هذه تكون متناسبة تماما مع حجم صدر النحلة، لأنه أكبر حجم في النحلة هو صدرها. البطن طرية وسهل جدا أنها تمر من هذا الثقب، أما الصدر فهو قوي، رأس النحلة بطبيعة الحال هو قوي، فبالتالي تعمل هذه المصايد بمسافة أو بعرض صدر النحلة، وهذا معروفة في كل البلدان وأصبحت سهلة جدا، ما في أي مشكلة أن الأخ النحال يتغلب في هذا الأمر، يقول كيف أعمل مصيدة الغبار الطلع أو كيف أقوم بتثقيبها أو كذا. هي أصبحت موجودة في محلات بيع لوازم النحالين،
سهل جدا يروح يشتريها من عنده. طبعا محلات اللوازم النحالين هي تشتري مصايد غبار الطلع التي تتناسب مع نحل تلك البلد أو البلد الأخرى. فكل بلد تجارها يجلبون مصايد غبار الطلع تتناسب مع حجم النحل الموجودة لديهم، حتى لا ندخل في إشكالية كم حجمها، لأنه إذا قلنا حجمها 4.6 من عشرة أو 4.5 من عشرة نكون قيدنا الإخوة بهذا القياس، مع العلم أنه سلالات النحل تختلف في أحجامها. فلذلك حتى نترك مطلق الحرية في عملية قياس الثقب إلى المستوردين اللي هم بيشتروا مصايد غبار الطلع أو التجار اللي بيشتروها ويبيعوها ضمن لوازم النحل، مع عدد محسوبة مع عدد الثقوب تزيد عن 700 800 بهذا الحد، تناسبا مع الكثافة النحلية الموجودة في هذه الطوائف. يعني موضوع المصيدة ليس هذا الموضوع اللي هو المعجزة، ولا هذا الموضوع الإشكالية الكبرى. الإشكال الأكبر بهذا الأمر هو الضوابط في تركيب مصايد غبار الطلع. طبعا مصايد غبار الطلع هي صممت بطريقة أن لا تحجب أكثر من 25% من حب الطلع، وبالخصوص هي تحجب حبات الطلع الكبيرة. حبات الطلع الصغيرة يمر منها قسم كبير جدا داخل الطائفة، لأنه كما قلت لا تقدم في عش الحضنة بدون واردات من غبار الطلع ثم الرحيق. فبالتالي نقوم بحجب 25% من هذه الواردات حتى نستفيد منها. طبعا يتم تركيب المصايد بناء على هذه الدلائل التي نراها في الأزهار ونراها داخل خلية النحل، ومن خلال النحل السارح الذي يحمل غبار الطلع. تستخدم هذه المصائد طبعا بنوعيها، سواء كانت المصيدة الأمامية التي تركب على الباب أو المصيدة التي تركب أسفل الخلية بجرار. طبعا بعض الآراء العلمية تنصح في مصيدة الباب أفضل من المصيدة السفلية التي على شكل جرار. التي على شكل جرار هي مصيدة عملية وجيدة وسهلة بالسحب، يسحبها الأخ النحال من خلف الخلية ويقوم بتفريغها، وأخذ ما فيها من غبار الطلع أهون له. وأيضا المصيدة الأمامية هي لها جرار، يقوم الأخ أيضا بسحب الجرار وتفريغ ما بها. لكن تمتاز المصيدة الأمامية التي تركب على البوابة، يكون غبار الطلع فيها نظيف. أما مصيدة الجرار التي تركب أسفل الخلية هي تكون أيضا ملقى للنفايات وللأوساخ داخل الخلية، لأنه فيها ثقوب، والثقوب متواصلة مباشرة مع أرضية الخلية. فبالتالي أي أوساخ، رجل نحلة، جناح نحلة، فاروة، وين تذهب هذه تنظيفة الخلية أو التنظيف أو الوسخ الموجود داخل الخلية، هذا يسقط من هذه الفتحات أو الثقوب، فبالتالي يسقط مع غبار الطلع. فلذلك أن مصيدة غبار الطلع الأمامية نجد أن لا يوجد فيها أوساخ ولا زبالة ولا أي شغلات. أما المصيدة الجرار هذه التي في أسفل الخلية من الأرضية هي تجمع هذه الأوساخ، فلذلك تحتاج نسبة تنظيف أعلى قبل التعامل في تخزين غبار الطلع. طبعا تركيب مصايد غبار الطلع بعد معرفة الدلائل والأثر الموجود أو المعطيات الموجودة في المنطقة وعلى المنحل، يتم تركيبها على خلايا تكون قوية، كثافة النحل فيها جيدة ممتازة، لديها القدرة في جلب غبار الطلع. يتم تركيب هذه المصايد بالتناوب، لا نقوم بتركيبها باستمرار على الخلايا. يعني نركب مثلا عدد المصائد بنسبة 30% 35% في المنحل. يعني نركب مثلا المصيدة على الخلية رقم 1 لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم نقوم بنقلها على الخلية رقم 2 وهكذا. يعني نعطي مجال إلى الخلايا تأخذ قدر كامل من تخزين غبار الطلع داخل الخلية. لا يتم تركيبها فترات طويلة. يعني فلو تم تركيبها بنسبة 30 35% في المنحل، يعني عندك مثلا 100 خلية، لو اشتريت لك 30 35 مصيدة ليس إشكالية، تقوم بتبديلهم على 100 خلية بالتناوب. كل فترة تنقل من هذه الخلية إلى هذه الخلية، ما في أي إشكالية. طبعا يتم تفريغها يوميا، سواء كانت المصيدة الأمامية أو المصيدة السفلية ذات الجرار. ليش؟ حتى لا تتعرض أو لا نترك غبار الطلع
يتعرض للرطوبة ويتعرض للمشاكل، لأنه إذا ترك بالليل طبعا كما تعرفون الأجواء بالليل تكون باردة نوعا ما، ونسبة الرطوبة تكون مرتفعة، فحب الطلع يمتص هذه الرطوبة وتعيقنا أو تشكل عبء في عملية التجفيف والتعامل مع غبار الطلع. فبالتالي يقوم الأخ المربي كل يوم في المساء بسحب جرار المصيدة وتفريغه في سلة، في سطل، في عبوة، ويبدأ بعد ذلك في التعامل معه بالتنظيف والتجفيف والحفظ أو بيعه، يتصرف فيه كما يحلو له، يعني حسب الطلب عنده في السوق. ممكن أن يبيعه كما هو غبار الطلع على طبيعته، ممكن ان هو يجففه بمجفف، سواء كان مجفف كهربائي او مجفف يدوي. طبعا تجفيف غبار الطلع يكون في الظل، ليس بالايه ليس بالشمس. يعني كل منتجات الخلية يتم التعامل معها دون تعريضها الى الشمس، اشعة الشمس او الحرارة او الرطوبة او الروائح الكريهة. طيب، تركيب، فرض ان احنا ركبنا مصايد غبار الطلع، يا هل ترى نبقى مستمرين في تركيب مصايد غبار الطلع او لها ايام معينة خلاص عندها نتوقف؟ طبعا اثناء فترة تركيب مصايد غبار الطلع وتجميع غبار الطلع يكون هناك زيارة للاخ النحال يوميا في المساء او العصر او كذا او كذا. وكما هو معروف أن النحل يجمع غبار الطلع في الأوقات المعتدلة وليست الحارة. يعني نجد النحل في الصباح يكون لديه الرغبة الشديدة في جمع غبار الطلع، ثم في الظهيرة أو بعد الظهيرة يتوجه لجمع الرحيق. فبالتالي عند زيارتي للمنحل أعرف مستوى التزهير الآن، كم هو مستوى التزهير الآن، هل بقى كم يبقى من الموسم تقريبيا، هل يبقى أسبوع، هل يبقى 10 أيام. ثم أصل إلى الخلايا وأشوف نسبة الواردات من غبار الطلع. إذا وجدت نسبة جمع غبار الطلع بكثافة كما كانت في ذروة الموسم، تبقى المصائد مستمرة لجمع غبار الطلع. أما إذا لاحظت أن هناك قلة في الواردات بجمع غبار الطلع الوارد إلى الطائفة، هنا يبدأ إعادة النظر في الموضوع. ممكن أن أنا أرفع مصايد غبار الطلع أو أتركها لبعض الخلايا المميزة في جمع غبار الطلع، لأن هناك خلايا تمتاز أكثر من خلايا بجمع غبار الطلع، أو لديها الملء أكثر من خلايا بجمع غبار الطلع. فلذلك تبقى هذه المصايد طيلة ورود غبار الطلع بنسبة تزيد عن حاجة الطائفة. يعني باختصار، استمرار تواجد مصايد غبار الطلع هو مقرون بفيض في غبار الطلع في منطقة المنحل وفي الواردات. أما إذا شعرنا أن كمية غبار الطلع قلت في الأزهار، على الفور نقوم برفع مصايد غبار الطلع، ونترك ما يرد من غبار الطلع إلى الطائفة حتى تستمر في النشاط وتستمر في التكاثر، لأنه لدينا كمية كبيرة جدا من الحضنة، خاصة حضنة العاملات، وهي تستهلك في يومها الرابع والخامس كمية كبيرة من خبز النحل، فبالتالي لا نحجب عنها ما تحتاجه. وهذا الأمر طبعا يعني نؤثم عليه. فلذلك لا نشارك النحل في غذائه، لا نأخذ غذاء النحل ونفضل أنفسنا عن حاجة النحل. نقول حاجة النحل أولا ثم يليها حاجة النحال. هكذا يكون الأمر في استخدام مصائد غبار الطلع. كما قلت في البداية، دلائل وجود غبار الطلع سواء كانت على الأزهار أو كانت على أرجل النحل أو كانت في مستوى التخزين داخل الطائفة، هي هذه الدلائل والمؤثرات التي تقول هل أقوم بتركيب مصايد غبار الطلع أو لا أركب مصايد غبار الطلع. كذلك الدلائل الأخرى أيضا التي تشير إلى اقتراب نهاية الأزهار وقلة في غبار الطلع، هذه أيضا نقوم برفع مصايد غبار الطلع عن الطوائف، ونكتفي لهذا الحد من جمع غبار الطلع حتى نترك للنحل ما يكفيه من غبار الطلع. طبعا كإخواني الأفاضل، كما أشرت سابقا، كيفية التعامل مع غبار الطلع بعد أخذه من الخلية أيضا في عجالة. قلت نقوم بأخذه يوميا في المساء حتى لا يتعرض للرطوبة ولا للغبار ولا للأوساخ ولا لأي شيء. يتم أخذه من الخلية ثم تنظيفه من الشوائب، سواء كانت أرجل نحل، أجنحة نحل، أي شيء يعني تشكل شوائب على غبار الطلع، ويتم تجفيفه في الظل بعيد عن أشعة الشمس، عن الحرارة، عن الرطوبة،
عن الروائح التي يعشقها غبار الطلع أو التي تؤثر عليه. هناك مجففات كهربائية، هناك مجففات يدوية. هذا الأمر يعود إلى الأخ النحال وحسب حيازته النحلية وحسب إمكانياته. طبعا لا نقول على الجميع أن يشتري مجففات كهربائية أو كذا أو كذا. طبعا حتى المجففات الكهربائية هي موجودة في فترة عصر النهضة العلمية في الصناعات الكهربائية، ليست حديثة اليوم أيضا كما يدعي البعض أن يقول هو الذي أشار إلى المجفف الكهربائي في غبار الطلع، هو الذي أشار إلى فلان أشار إلى كيفية التعامل مع غبار الطلع. لا لا، أبدا أبدا، هذه الأمور موجودة ويعرفها الجميع ويعرفها السادة العلماء، والإخوة النحالين المحترفين أيضا يعرفون هذه الأمور ولديهم هذه الإمكانيات يعملون عليها منذ العديد من السنوات، ليست حديثة اليوم يعني. فهي أمور موجودة ومعروفة، لكن تتم ضمن ضوابط. طبعا بعد عملية التنقية والتجفيف ممكن أن يتم حفظ غبار الطلع مجففا، وممكن أن يتم حفظه في الفريزر. أفضل طريقة لحفظ غبار الطلع هي بالتجميد طبعا، حتى يبقى محتفظا بالعناصر الغذائية. طبعا هو موضوع طرق الحفظ، هو يحفظ هذه المواد من ضمنها المواد الغذائية. والإنسان بطبيعة الحال عنده العديد من طرق الحفظ كان يتعامل معها في تجفيف الخضروات والمنتجات الزراعية، أيضا حتى تجفيف اللحوم أيضا، والحفظ بالاحتفاظ باللحوم أو حفظ الأسماك أو ما شابه ذلك. فالإنسان بكل فترة من الزمن كان لديه طرقه للتعامل مع حفظ المواد الغذائية، سواء كانت بالسكر بعملية المربات أو بالتمليح الملح أو التدخين. أمور كثيرة جدا استخدمها الإنسان عبر مر هذه السنوات الطويلة. فكل منا يتعامل حسب إمكانيته، حسب حيازته النحلية، حسب إمكانيته المادية في طرق الحفظ بالنسبة لغبار الطلع. لكن طالما أن احنا اجتهدنا وقمنا بجمع غبار الطلع، فلذلك لا داعي لتضييع التعب والإهمال في موضوع الحفظ أو التعبئة والتعليم. فلذلك الأفضل يتم حفظ غبار الطلع مجففا في أكياس. طبعا التجفيف يكون خالي من الرطوبة، وتكون حبة غبار الطلع تصلبت ليست طرية من الداخل. واضح، يكون واضح عليها عملية الجفاف. إذا تم الضغط عليها بالإظفر أو كذا، نجد أنها الجافة هي تنكسر، أما الطرية هي تهتري وتكون سهلة الضغط عليها. طبعا احنا نتحدث معكم أخواني الأفاضل بطريقة بسيطة مبسطة حتى يستوعبها الكثير، خاصة أن قسم كبير من إخواننا النحالين يرغب في المعلومة البسيطة المبسطة حتى يسهل التعامل معها. لا نريد أن نشق عليكم بمعلومات أكاديمية يكاد تكون يعني فوق مستوى البعض مننا. لا، دوما كل ما كانت المعلومة بسيطة سهلة تكون سهلة في التطبيق وسهلة في الاستعمال. فنعود نقول اهتموا بجمع غبار الطلع. غبار الطلع مهم جدا، تعتبر ثروة لا تقل أهمية عن العسل أو عن منتجات خلية النحل الأخرى. مربي النحل عليه أن يستفيد من كل منتجات خلية النحل، سواء غبار الطلع أو الرحيق أو الغذاء الملكي أو البروبلس اللي هو سمغ النحل أو سم النحل أيضا. كل ما يتعلق بإنتاج نحل العسل هو يجب الاستفادة منه أيضا. حتى سم النحل أيضا هو معروف له أكثر من 100 سنة، ويعمل عليه أيضا ضمن أبحاث علمية وضمن تجارب وضمن أعمال في الحقل، ليس جديد، ليس وليد اليوم أيضا كما يدعي البعض يقول أنا متخصص في سم النحل أو كذا أو كذا. لكن هو حسب الحاجة. يعني ما نيجي نقول لنحال اجمع سم النحل هو ما بيعرف يصرفه. كيف لو يجمع سم النحل وما بيعرف يصرفه؟ خلاص يتركه. طالما يعني مادة ما بيعرف يصرفها ما في داعي انه يجمعها، يركز على امور اخرى، سواء كان بيع الطرود او بيع العسل او بيع غبار الطلع. غبار الطلع سهل جدا ان احنا نخلطه مع العسل، سهل جدا انه ينباع، له سوق يعني ممتاز، يعني ما في اي مشكلة. فالاهتمام بكل منتجات النحل هي تغني الاخ النحال من المآزق. ربما يأتي مثلا سنة أو موسم ما في رحيق، هل يبقى الأخ النحال متفرج يقول إن ما إجاني رحيق يعني ما في عسل، يعني ما فيش منتجات للخلية؟ لا، في منتجات أخرى. انتج غبار طالع، انتج بروبلس، انتج غذاء ملكي، انتج ملكات، انتج طرود، انتج كذا، ما في أي مشكلة يعني. فدوما الأخ المربي أو النحال الذكي هو يتصرف على ضوء المؤثرات والإمكانيات الموجودة في منطقته، لا يقف مكتوف الأيدي ويتفرج على هذا الأمر. فمنتجات النحل جدا هي ثمينة، هي غنية، هي ممتازة جدا، فالاستفادة منها هذا شيء مهم جدا.
طبعا اخوانا الافاضل تطرقنا الى غبار الطلع منذ البدايه الى النهايه، والحديث طبعا يطول، لكن حاولنا أن نتحدث في عجالة حتى لا نطيل عليكم في سماع هذه الملفات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقت بهذا الأمر وقدمت له شيء بسيط جدا يفيد الأخ النحال البسيط، لأن النحال المحترف أو الأستاذ الأكاديمي هو بغنى عن هذه المعلومات، لأنه لا يحتاجها يعني، ونحن نتعلم منهم يعني، من الأساتذة الأكاديميين نحن نتعلم منهم ونتشارك معهم في المعلومة. لكن هدفنا دوما هو النحال البسيط، النحال المبتدئ، حتى يقف على رجليه ويعرف ما هو حب الطلع وما قيمته وما هي فوائده وكيفية الضوابط في التعامل معه حتى يستفيد منه. فأتمنى أكون وفقت، فإن كان هناك من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت أو نسيت فمن نفسي أو الشيطان. طبعا إخواني الأفاضل ليس كل ما أقوله هو دستور، كل ما أقوله أنا هو قابل للتعديل والتصويب، وكلنا شركاء في المعلومة، ونحترم الرأي والرأي الآخر، ونكون سعداء بالإضافة لهذا الأمر. إذا جاء أحد وقام بالتعديل أو بإضافة معلومة ضمن هذه المعلومات نقول له شكرا وبارك الله بك وجزاك الله كل خير، فالمعلومة أو العلم من حق الجميع. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. دوما نتمنى لكم النحل القوي والإنتاج الوفير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أولادكم وفي بلادكم وفي كل ما تحبون. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. تقبلوا مروري أخوكم أبو أنس النجار. اليوم هو الاثنين 18 من شهر نيسان، شهر 4 إبريل عام 2022. إن شاء الله يكون عام خير على جميع الإنسانية وجميع الكائنات الحية يا رب. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا، وشكرا لكم على الاستماع، وجزاكم الله كل خير.